خليكم معي لتشوفوا هذا المشروب الذهبي اللي بيشوف الفيروسات والجراثيم والبكتيريا وبيقولها تعي لهون رح أمحيكي من على الوجود من قبل ما تعملي أي انفكت أو أي مرض أو تفكري تعملي أي شيء بجسمك. اليوم رح أعمل مشروبي الرهيب بطريقة شوي مختلفة، رح أضيف عليه بعض الإضافات من عندي اللي هي شاي القراص وشاي الزنجبيل، وفي كمان عندي هون كركم وهيل وقرنفل كمان برضو اللي هو شاي كلاسيك فيه كل البهارات اللي هي الهندية اللي هي زي القرنفل والهيل والزنجبيل والكركم. في عندي كمان زنجبيل وليمون، وفي عندي القراص والعشبة الخضراء هاي كمان هي مفيدة جدا. طبعا الواحد فيه يحط أي شيء، بس أنا حبيت أني أحط هاي الأنواع لأنه تعمل ديتوكس، بتنظف الجسم، مقاومة للالتهابات. سخنت مي طبعا، رح أخليهم ينتقعوا بالمي المغلية. طبعا رح كتر الكمية لأنه هي هاي المي كلها رح أستخدمها أنا بعدين للمشروب تبعي. طبعا بيساعد كمان على حرق الدهون. طبعا بس ينتقعوا هدول هن، يعني فيني أحط قد ما بده الواحد، ما في كمية معينة محددة. أنا لسه رح أضيف مي كمان بصراحة لأنه هاي بيعمل لي تقريبا لتر وأنا بدي أكتر. أنا يعني عادة لتر رياضي بيكفيني يوم يومين لأنه بشربهم كتير بحب طعمته وكتير مفيد يعني، فبشرب كتير منيح منه. رح احط خيار، ممكن الواحد يستبدله باي شيء اخضر تاني، ممكن استبدله بالبقدونس بالسبانخ باي شيء، او ممكن ما نحط اي شيء تاني لانه انا حاطه اوريدي يعني شايات تبعي. وبعدين رح اضيف كمان الليمون. رح احط اريتريت شوي محلي بصراحه لانه انا بيهمني يكون، لانه هو كمشروب انا بستخدمه مو كشاي او كمي. بعدين رح احط مع الليمون طبعا هذا خلاط، بعدين كله رح امكسه مع بعضه مشان يكون خليط يعني ناعم معي. طبعا رح احط زنجبيل كمان هلا لينتقع معي لانه لازم الزنجبيل ينتقع شوي بالمي السخنه. قطعت هدول الزنجبيل، طبعا حدا هيقول لي نقشره مش نقشره، يعني ما بعرف أنا الناس اللي بتحب تقشر يعني شو هي مشكلتها بالحياة بالضبط. بس القشر يعني غالب الفوائد والفيتامينات والمعادن إما بتكون بالقشرة تحديدا أو بالطبقة اللي تحت القشرة على طول. يعني أي تقشير لأي شيء، حتى الخيار مثلا، التفاح، رح نفقد كتير من العناصر المهمة. غير إنه يعني مش مضر على فكرة، القشر تبعه كتير رقيق وما رح يبين نهائيا يعني بالمشروب لأنه كله رح ينخلط مع بعضه. غير إنه انا بجيبه بيو، فما في مبيدات حشريه ولا في اي شيء مضر، فانتوا انتبهوا يعني انه انتوا تجيبوا شيء يكون بيو. هلا انا رح احط الزنجبيل هون زي ما انتم شايفين، رح اخليه ينتقع مي مغليه هاي طبعا، وبتركه هيك ينتقع كتير منيح. بعدين بحط الليمون لانه ما بدي احطه من هلا، الليمون فيه فيتامين سي، ما بدي انه يفقد فيتامين سي بسبب المي السخنه. عندي كمان الكركم الرائع، هذا الشيء الرهيب، رح احطه كمان، رح احط شوي هلا وراح احط ارجع اضيف بعدين. انا بحب كتر كركم، طعمته رائعة. في طريقة تانية أنا رح أعملكم إياها، اللي هي بنعمل الباستا تبعت أو اللي هي صوص زي مثل الصوص، فينا نحطه بالتلاجة، بيكون هو كريمي. خليط ما بين الزنجبيل والكركم، بنحطه بالثلاجة، وإمتى ما حبينا مثلا نشرب حليب جوز الهند، حليب اللوز، حليب أي نوع حليب نباتي، بنحط له شوي من الخليط هذا اللي رح أعمله معكم إن شاء الله قريبا، وبصير معنا جولدن تي ولا أحلى من هيك. استنوني هلأ لحتى ينتقع معي هذا كله، وبعدين ضيف باقي المكونات اللي أنا حابة أضيفها. وبعدين رح أخلطه وصفيه ونشوف كيف رح تكون النتيجة. زي ما انتم شايفين هاي النتيجة النهائية. طبعا أنا شاربة منه يعني، مشان هيك هو شوي يعني مو كامل الإبريق. بس حطيت مع المكونات اللي شفتوهم فلفل أسود، طبعا خلطت المكونات وصفيتهم مع التصفاية. طبعا بضل لسه مكونات الكركم وهاي الأشياء بتضل موجودة بالقاع، وشوي من الزنجبيل، ولكن هاي شغلات كتير منيحة حتى لو شربناها هيك بتكون شوي سميكة يعني، بس شربها كتير كتير مفيد. والفلفل الأسود بدعم موضوع الامتصاص بالجسم. كمان أنا حسيت حالي شوي رح أجرب، فيعني بلش معي وجع راس، بلشت عندي الأعراض القريب اللي نحنا بنعرفها، وجع راس قوي، وجع بطن، وجع حلق ببلش كمان. الأنف بتحسوا إنه شوي بده هيك عم يعني
شوي في سيلان. فأول ما حسيت هاي الأعراض على طول قلت لازم أعمل المشروب السحري تبعي. طبعا حطيت معاه كمان شوي من شوية بردقان، كان عندي كم بردقانة قطعتهم وحطيتهم مع بالخلاط مع المشروب، مشان هيك هو شوي بردقاني لونه. وبالفعل تاني يوم الأعراض اختفت تماما. أنا بنصح من كل قلبي أي حدا عنده أعراض قريب، عنده قريب أو حاسس بده يفوت على موجة قريب، جربوا هذا المشروب وشوفوا كيف كله بيختفي. على العموم شكرا للمتابعة، بتمنى يكون الوصفة عجبتكم، وإلى اللقاء فيديو جديد.